تخيل صورة تنزلها على فيسبوك او واتساب ممكن توصلك ل5 سنين سجن و300 الف جنيه غرامة. يا دي الليله الزرقاء اللي زي كل الصباع. بعد انتشار السوشيال ميديا وانها بقت جزء من حياتنا، انتشار الاي اي وتعديل الصور، ظهرت جرائم جديدة، وهنا كان لازم المشرع المصري يتدخل. خلاص زمن خلاص انتهى. في يوم 3 وبتحديد يوم 14 أغسطس لسنة 2018 صدر قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لنفس السنة، اللي بيقول لك إيه؟ إنك هتتعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 شهور وغرامة من 50 ل 100 ألف جنيه لو نزلت صورة أو خبر عن حد بدون إذن، أو بعت له رسائل مزعجة بشكل يضايقه، أو حتى عملت حاجة تخالف مبادئ الأسرة المصرية. حرام علينا وندينا فرصة تانية. طيب ولو استخدمت صورته وعدلتها بالاي اي بطريقه تخدش الحياه او تمس سمعته وشرفه، هنا العقوبه ممكن توصل ل5 سنين وغرامه 300 الف جنيه. طب الكلام ده فين؟ تعالي اقول لك فين. بالتحديد في المواد 25 و26 من نفس القانون. الخلاصه لو حد ابتزك او هددك بصور او كلمك كلام خارج، ما تسكتش، احتفظ بالرسائل وخد اجراءاتك واعرف القانون في صف. لو الفيديو عجبك اعمل لي فولو، ما تنساش تقول لي في الكومنتات جاي في ايه.